السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبدأ الفيديو حابة أشكر متابعيني على دعمكم ليا الفترة اللي فاتت. ربنا يا رب يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري ويديمكم نعمة في حياتي. ومتابعيني الجداد تشرفتوا قناتي ونورتوها وعلى راسي كلكم من فوق. زي ما شفتوا كده فرزنا الفيديوهات اللي فاتت مع بعض البسلة بالجزر والسبانخ وعصير البرتقال بالجزر والقلقاس. حاجة كده ما شاء الله هتقعد معاكي من السنة للسنة، لا لون يغير ولا طعم يغير. هنفرز بأمر الله الفيديو ده البطاطس البومفريت. بصي كده ما شاء الله، دي مش بطاطس جاهزة، دي بطاطس بيتي أجمل وأنضف وأحلى من البومفريت ب100 مرة وأوفر طبعا بكتير. هنعملها مع بعض بكل بساطة وبكل سهولة ومش هتاخد منك وقت خالص. في ثواني كده هتكوني مجهزة كمية كبيرة من البطاطس. بصي كده بقى ما شاء الله الجمال ده. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. معايا كده ما شاء الله ما شاء الله 5 كيلو من البطاطس. اهم حاجة وانتي بتفرزي البطاطس بتاعتك نوع البطاطس، تكوني جايبة نوع بطاطس واثقة ان النوع دوت نوع بتاع تحمير. دي اهم حاجة في تفريز البطاطس. البطاطس اللي انا جايباها دي بطاطس اسمها سبونطة، دي ممتازة جدا في القلية، حلوة قوي. انا جبت منها 5 كيلو. ما شاء الله ال5 كيلو دول ادوني كمية كبيرة جدا. طبعا التفريزات دي مش بس هتنفعك في رمضان، دي هتنفعك مثلا تحضري منها فطار الصبح، إيه لو في عشاء جنب عشاء مثلا بالليل ولا حاجة. عايزين نستغل الوقت دوت، وبجد اي حاجة سعرها فعلا رخيص في السوق نستغلها ونجيبها ونشيلها في الفريزر. الحاجة مش هتجرالها حاجة ومش هتبوظ. بس عشان تغيير السعر اللي احنا بقينا فيه، السعر الزيادة الاوفر دوت كل شوية، هو مش كل يوم، كل شوية بسعر غير الشوية اللي قبليهم. فنستغل لما نلاقي حاجة كده رخيصة قدامنا نجيبها كده ونشيلها في الفريزر، او لو حاجة مش هتتشيل مثلا في التلاجة او في الفريزر نخليها كده زي ما هي مثلا بره. نستغل قصدي يعني إيه، ان احنا نستغل اي حاجة نلاقيها قدامنا رخيصة نجيبها كده ونشيلها. قشرت بقى كده كمية البطاطس بتاعتي كلها وغسلتها بقى كده غسلة حلوة وسبتها في المصفى تتصفى، وهبدأ ان انا كده ايه اخرطها. بصي بقى البطاطس وانتي بتجيبيها كده هاتيها تكون يعني متولة كده شوية، ما تكونش مدورة كده، لا هاتيها كده ايه متولة كده شوية عشان تديكي نفس كده ايه طول الصوابع بتاعت الصوابع بتاعت البطاطس الجاهزة اللي هي البونفريت. ولما تيجي تقطعيها قطعيها كده تكون سميكة شوية، ما تكونش رفيعة. زي ما انت شايفاها كده بالشكل ده، قطعيها كده صوابع بالطول وتكون سميكة شوية، ما تكونش رفيعة، ما تقطعهاش رفيعة خالص، سميكة كده مش هتتكسر منك وهتعيش معاكي في التفريز. زي ما انا عاملاها كده بالظبط، الحجم ده مظبوط قوي. حاولي كده تظبطي على قد ما تقدري، حاولي كده ايه تظبطي القطعية بتاعت ايديكي، تخلي كده الصوابع كلها واحدة زي بعضها. ما شاء الله بألف هنا وشفا. ال5 كيلو عملوا معايا الطبقين دول. بصي بقى هنا حبيبة قلبي، انا هنا عملت خطوتين في البطاطس. الخطوة الاولى، الطبق اللي انت شايفاه قدامك دوت انا نزلت كده عليه ومليته كده مية مغلية. نزلت كده عليه بمية مغلية، مليته بالشكل ده وبمعلقة ملح كبيرة، وسبتها كده من دقيقتين ل3 أو 4 دقايق، وبعدين صفيتها في المصفى وسبتها كده حوالي 10 دقايق او ربع ساعة تصفي المية منها خالص. وبدأت ان انا اقليها بالشكل دوت. طبعا هي بتاخد في القلية من دقيقة لدقيقتين بس، يا دوب لونها بس كده ايه يتغير شوية. وبتطلعيها على مناديل مطبخ او على ورق زبدة. اما الطريقة التانية ان انا الطبق اللي انت شايفاه قدامك دوت انا ما حطيتش فيه مية سخنة،
انا قالتها زي ما هي بالشكل دوت. هتقولي لي يا نهى نتبع انهي طريقه؟ هقولك الطريقه التانية افضل واحسن. الطريقه الاولانيه اللي انا حطيتها في ميه مغليه بتاخد منك كذا خطوه، فالطريقه التانية ما بتاخدش منك اي خطوات، هو مسافه بس ما انت تقطعيها وتدي لها شطفه كويسه وتصفيها. بعد كده ابدأي اقليها. اتبعي الخطوه دي، الاتنين بيدوكي نفس النتيجه واحده، ولكن الخطوه الاولانيه اللي هي ميه مغليه ليها خطوات كتير، فخليكي في التانية قطعيها ونشفيها كويس من الميه وابدأي اقليها. حطيها كده، ما تحطهاش في الزيت كتير، دقيقه من دقيقه لدقيقتين بالظبط، بس يا دوب لونها يغير. وطلعيها على ورق زبده، فرشيها كده اهو جنب بعضها، ما تحطيش طبقات من البطاطس فوق بعضيها. حطيها كده كلها، فرشيها كده على الرخامه على ورق زبده او على مناديل مطبخ. ونفس الكلام في القليه، حطي شويه بشويه في الطاسه، ما تحطيش شويه كتيره، لا شويه بشويه في الطاسه. سيبيها بقى لغايه ما تبرد معاكي خالص. انا هنا سبتها لغايه ما بردت معايا تماما، وهبدا ان انا احطها بقى في صواني عشان افرزها احطها في الفريزر. زي ما انت شايفاني كده، ما ترصهاش فوق بعضيها، رصي كده طبقه، اول طبقه كده جنب بعضيها البطاطس، وحطي ما بين الطبقات كل طبقه وطبقه يا اما ورق زبده، لو ما عندكيش ورق زبده حطي كيس بلاستيك زي ما انت شايفاني عامله كده، وحطيها بقى في الفريزر لغايه ما تتجمد معاكي خالص بالشكل ده. بصي ما شاء الله، لا لون غير ولا حصل لها اي حاجه. ما اقدرش اقولك بقى على القليه، ممتازه جدا في القليه. زي ما قلتلك اهم حاجه في تفريز البطاطس نوع البطاطس اللي انت بتجيبيها. هاتي كده البطاطس من حد كده انت تكوني واثقه منه، من الحد دوت يعني البطاطس بتاعته مش مغشوشه، البطاطس بتاعته بتاعت قليه. ابدأي بقى كيسيها بعد ما جمدت خالص بالشكل ده زي ما انت شايفاني كده، جامده تماما معايا قدامي اهي. بصي مفيش حاجه متكسره فيها، كل صباع زي بصي كل صباع زي ما هو، مفيش تكسير ولا اي حاجه، ما شاء الله. أي والله العظيم اجمل واحلى من البطاطس الجاهزه ب100 مره. فرزيها بقى، عايزه تعبيها في اكياس عبيها، اطباق زي كده لو عندك عبيها. وبألف ألف ألف هنا وشفا على قلوبكم. بصي ما شاء الله، هي هنا ادتني الكميه ال5 كيلو بألف هنا وشفا، اداني عمل معايا الصينيتين اللي انت شايفاهم قدامك دول. عبيت كده اول صينيه ودي تاني صينيه. بصي ما شاء الله اللون كل واحد، ومفيش تكسير ولا اي حاجه. يا رب كده يكون تفريزاتي عجبتكم، واتبعوا بجد الخطوات دي في التفريزات، بجد النتيجه هتعجبكم قوي قوي قوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وحضراتكم بألف خير.